عارف ان واحدة من اكتر الحاجات الغلط اللي احنا اكتسبناها مؤخرا في حياتنا المهنية هي ان الشاطر هو اللي بيقدر يعمل كل حاجة في نفس الوقت، اللي بيقدر يبقى قاعد في ميتنج ويرد على الايميلات، او يقدر يبقى سايق ويرد على رسالة واتساب، او مثلا يبقى قاعد شغال وحد يسأله على حاجة فيروح رادد عليه وهو لسه شغال من غير ما يركز هنا او يركز هنا. في العادي الناس بتسمى دي شطارة او مالتي تاسكينج، لكن خليني اخدك كده للسوفت وير ديفلوبمنت حاجه بسيطه، وعايز اقول لك ان في مصطلح بيسموه مونوليثيك كلاس. هو حاجه اعتبر ان ده بني ادم بيقدر يعمل حاجات كتيره جدا في نفس الوقت، ونسبه الاعتماد عليه بتكون عاليه جدا. ولو سالت اي حد قريب او بعيد من المجال ده عن المونوليثيك كلاس فهو ببساطه هيقول لك ان ده حاجه محكوم عليها بالانهيار من قبل ما تبتدي، بسبب ان الضغط بيكون عليها عالي جدا من غير ما تبقى هي بتعتمد على حاجه تانية حواليها. تخيل معايا كده مكنه غريبه الشكل، انت يعني تخيل المكنه اللي شغاله برينتر وبتحمص عيش وبتعمل لك شاي مثلا. فتخيل بقى لو في ترس صغير المسؤول عن تحميص العيش باظ، ايه اللي هيحصل؟ كل الحاجات اللي انت معتمد بيها على المكنه دي باظت مره واحده. فتعالى بقى نعكس الكلام ده عليك او عليا. لو انت مثلا حد بروفيشنال، اذا كنت مدير، اذا كنت سينيور في شركه، شغال جرافيك ديزاينر، ايا كان، فانت بتصحى كل يوم الصبح وبتحكم على نفسك بان انت عايز تعمل كل ده. انا عايز احط الخطه، عايز انفذ، عايز احاسب نفسي، عايز احاسب الناس، عايز احسن من كذا، عايز اعمل كذا. انت عايز تعمل كل دول مع بعض، فلما يجي في الاخر تكون النتيجه هي سيستم فيلير او مثلا بيرن اوت، فما تبقاش مستغرب. انت حكمت على المكنه بانها تحمص العيش، تعمل الشاي، تطبع الورق، تعمل كذا، تسوي كذا. طيب ايه الحل؟ يعني اكيد مش هنفضل كده. الناس بتوع السوفت وير ديفلوبمنت اللي جبنا سيرتهم من شويه كانوا عاملين حاجه اسمها سنجل ريسبونسبيلتي برنسبل. ده مبدا كده بيستخدموه علشان كل حاجه تعمل حاجه واحده بس. انا هجيب برينتر للورق، هجيب توستر للعيش، هجيب كتل تعمل الشاي، بحيث لو حاجه باظت تبوظ لوحدها، لانه ببساطه كل قطعه بقى ليها وظيفه واحده بس وسبب واحد بس لتغييرها. طيب نعكس الكلام ده ازاي علينا؟ لو انت مثلا عايز تخطط وتنفذ فلازم تفصل الاتنين عن بعض. التخطيط ليه وقت، التنفيذ ليه وقت تاني. انت كأنك شغال مدير بالليل لكن انت الشخص المنفذ الصبح. ولو انت مثلا عندك حاجات محتاج تبقى مركز فيها وحاجات تانية محتاج تتواصل فيها مع ناس، فلازم تبعد الاتنين عن بعض. انا دلوقتي في وقت التواصل مع الناس، انا دلوقتي في وقت التركيز اللي مش هتواصل فيه مع الناس. فلو عايز تطبق ده في يومك، افصل تماما الحاجات اللي اتكلمنا فيها عن بعض، وابتدي وقت التخطيط اوعى تفكر في هنفذ ازاي. فلما تلاقي نفسك ظبطت النظام وفصلت التخطيط عن التنفيذ والتركيز عن التواصل، هتلاقي نفسك وصلت من ان انت شخص مهدد بالانهيار، لا انت بقيت عندك سيستم مستقر وفعال. وخليني اقول لك نصيحة صغيرة في الاخر، مفيش حاجة هتخلص. يعني انا مش هخلص الشغل وارتاح، انا عايش في عدم الراحة ده. فلازم تكون صريح مع نفسك وعارف من البداية انه القلق والتعب والضغط الكلام ده مش هيخلص. يعني هو مش هيجي وقت اقول انا خلاص بقيت احسن، انا خلاص ما بقاش عليا الضغوطات اللي كانت عليا. لا، انت محتاج تبني السيستم بتاعك اللي يساعدك في ان انت تتعامل مع الحاجات دي بشكل يومي من غير ما تكون بتضغطك وموصلك لمرحلة البرن اوت واللي لا. انت لازم تبقى عارف انت ايه المشاكل اللي عندك ومحتاج تحلها ازاي وتبتدي تشتغل عليها. وخلينا نتكلم يعني عن الحاجات دي اكتر خلال الفيديوهات الجاية، واشوفكم الفيديو الجاي.